الحزب الديمقراطي بيعرض خطة لفتح الحكومة سريعا. ايه اللي بيحصل؟ النهارده رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر عرض خطة جديدة. الخطة ديت بتستهدف لفتح الحكومة سريعا. الخطة بتقول ايه؟ ان هم بس كل اللي طالبينه ان هم يعملوا extend او مد للقانون بتاع الهيلث، ان هو يستمر زي ما هو بدون تعديلات بدون اي حاجة تانية لمدة سنة كمان. يعني مش هيتم التصويت ولا هيطلبوا اي حاجة تانية، كل القصة هي مد القانون دوت لمدة سنة اضافية. بالمقابل هيدوا ايه للجمهوريين؟ هيديهم حاجات مهمة جدا، اهمها ان هم يوافقوا على خطة انفاق حكومي لمدة 3 سنين. يعني خلال الثلاث سنين الجايين مش هيضطروا يخشوا في نفس الموضوع تاني ابدا. خطة جميلة جدا وسهلة جدا وكويسة جدا بالنسبة للجمهوريين، ولكن هل الجمهوريين هيوافقوا؟ هل الجمهوريين المعترضين تماما على تمديد الموضوع بتاع الهيلث أو الصحة والقانون بتاعها القديم اللي هم مش شايفين ان هو مناسب هيتنازلوا هيوافقوا على القانون عشان يمشوا الدنيا ويفتحوا الحكومة، ولا كالعادة هيرفضوا ويوقفوا الدنيا؟ في نفس الوقت الرئيس دونالد ترامب النهاردة كان بيتكلم على ان هم عايزين يلغوا قصة ال60 صوت المطلوبين عشان يمرروا اي قانون. القصة ديت بالنسبة له شايف ان هي مضرة جدا وان هي هتوقف اي حاجة بتمشي بعد كده، وان هو عايز يلغيها بشكل كامل. طبعا بيركز على استخدام موضوع القرار النووي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، لكن هل ده هيتم ولا هيوافقوا على مشروع الديمقراطيين ولا هينزلوا بحل جديد يقدروا يوافقوا عليه؟ لغاية دلوقتي الدنيا واقفة، لغاية دلوقتي مشاكل كتيرة جدا ومفيش اي تحسن. خلينا نتابع، خلينا نشوف. تحياتي الجميل وائل عاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.